تقييم لعيبه الزمالك النهارده امام فاركو يا جماعه. هنحاول ما نهدمش اللعيبه قوي عشان مباراه كاس مصر. طيب اول حاجه صبحي نديله 7، ما تشطشطش عليه حاجات قويه بس تمام. الدفاع كان لطيف، الونش وحسام عبد المجيد ما دخلش فينا جوان فممكن نديهم 8. عمر جابر ما كانش احسن حاجه النهارده، ممكن نديله 4. فتوح نفس الموضوع، خصوصا الشوط الاول ما كانش حلو خالص فممكن نديله 4. دونجا ما كانش سيء النهارده فممكن نديله 5. شحاته رجل المباراه بالنسبه لي هديله 9، جاب جون خرافي حرفيا جامد. طيب عبد الله السعيد ممكن نديله 7 او 6.5. سيف فاروق جعفر النهارده كان حلو قوي فاحنا ممكن نديله 8.5 او ممكن نديله 9 زي شحاته. ايشو ما كانش وحش وما كانش حلو قوي فممكن نديله 6.5. سيف الجزيري مستواه متراجع بقاله فتره وما حسيتش باي مردود ليه في الملعب، وكنت شايفه ان هو لا يستحق انه يفضل 90 دقيقه في الملعب بصراحه فممكن نديله 3. طبعا في بدلاء كتير نزلوا النهارده، من ضمنهم الزناري اللي كان كويس على فكره بالمناسبه، ممكن نديله 6.5. طيب ناصر ماهر نزل وشيكابالا نزلوا، طيب يبقى شيكابالا ممكن نديله 7. الاسيست كان حلو قوي وبالمناسبه عمل كذا اسيست بس ما استغلوش قوي. طيب ناصر ماهر ما حسيتوش في الملعب خالص غير في كوره واحده فيعني انا مش فاهماه. طيب ممكن نديله ناصر نديله 4. محمد السيد جاب جون كان حلو بصراحه، ممكن نديله 6. عامه عاش قوي كل اللعيبه، اتمنى كل اللعيبه اللي ما ادتش النهارده بشكل كويس تأدي كويس يعني في كاس مصر، لان دي المباراه اللي كلنا مستنيينها. يا ريت نلعب باداء ورجوله في الملعب وروح. انا عايزه اشوف فرقه تانية في كاس مصر، ان شاء الله نفوز.